لو عايزه كمان اعمل طبق لذيذ وخفيف كده، وبرضو اقدر اعتبره ما بين الوجبات سناك، ممكن يبقى فطار او ترويقه زي اخواتنا اللبنانيين ما بيقولوا. هنعمل فتة حمص وهنحط معاها لحمه مفرومه. تمام. هعملها، هجيب شويه من الميه بتاعه الحمص اللي انا سلقته، واحط معاها قطعه من التلج، واحط معاها شويه من الحمص، وكمان اقدر احط معاها شويه من الطحينه. ده صوص احنا عاملينه طحينه على زبادي او رايب، ومعاه شويه كمون وملح وفلفل خل وليمون، وبس كده. تمام. هنضرب بقى الخليط ده كله في الخلاط بالهاند بلندر زي ما انتوا عايزين. هضربه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين القوام بتاع الصوص خفيف مش تقيل. المفروض ان الفته بتاعه الحمص العيش بتاعها بنحطش منه شويه بتاعه ميه السلقه، لكن انا مش عايزه اعمل كده عشان مش عايزه العيش يبقى طري قوي معايا. فهعمل ايه؟ هحط العيش بتاعي عادي جدا، عيش محمر اهو، وهحط عليه الصوص ده طحينه وزبادي وحمص وميه الحمص ومكعب تلج عشان يبقى ناعم وكريمي زي ما انتوا شايفين. هقدر احط بقى الكميه اللي انا عايزاها. وطبعا هحط شويه من البقدونس من اللحمه المفرومه اهي، الكميه اللي تريحني زي ما انا بحب، مش هتفرق خالص. تمام. وبعدين نقدر نحط مثلا صوص تاني زي ما انتوا شايفين، وعلى الوش ازينه زي ما انا عايزه. ممكن شويه بقدونس وعليهم طبعا حمص عشان ابقى عارفه ان دي سلطه حمص او فتة حمص. تمام. وممكن احط معاها كمان قطع من العيش صغيرة اهي. وجبة لذيذة وخفيفة تنفعني لما اكون بره وعايزة اكل اكل صحي زي ما انتوا شايفين. وطبعا رشة دبس الرمان الحلوة اللي هتكسر الطعم ده. عايزين نحط بصل محمر ممكن كمان اهو، احط شوية صغيرين. عايزين نحط مكسرات براحتكم خالص خالص. اقدر كمان اغطيه واخده معايا في شنطتي واكله وقت ما انا عايزه. والميزه فيه ان هو بيتاكل بارد، بيتاكل سخن، بيتاكل في اي وقت. تمام. وبالهنا والشفا.